حاجات في الملعب ما تفهمش مين مع مين ومين بيجري فين، وبعدين في ثقه عاليه بطريقه مش طبيعيه. ايه الثقه العاليه؟ يعني ايه المنتخب اللي عنده ثقه لدرجه ان انا امبارح كنت حاسس ان موزمبيق بتلعب البرازيل؟ في كميه غرور في الملعب وتعالي مش طبيعيه جدا. بس السؤال بقى اللي مصر كلها حتى الناس على القهوه، الا طبعا اللي هم بتوع اللي بيهيصوا زي الناس اللي عارفينها بتقعد تسقف دي، ايه قمه التعريض الكروي لمحمد صلاح؟ يعني محمد صلاح صاحب ارقام وانجازات وكل اللي عايز تقوله قوله، بس ايه قمه التعريض اللي موجوده دي من اول رئيس اتحاد الكوره لحد اعضاء مجلس الاداره لحد المدير الفني لمنتخب مصر؟ ما احنا عارفين محمد صلاح بيتحط وبقيه اي حد يلعب جنبه مش مهم، ده مش هتفرق. المهم ان محمد صلاح اتحط في الجمله المفيده. هو مش الطبيعي ان في لعيب كوره بيبقى جامد قوي بس وحش؟ صح، عادي، بتحصل في احسن، يعني بتحصل في احسن العائلات، بتحصل في احسن الاماكن. لعيب كوره بيبقى من اجمد اللعيبه اللي موجوده في العالم وما بيبقاش في يوم، وعادي لما طلعه بعمل في تبديل. على فكره في 5 بره وارد يكون محمد صلاح من ضمن الناس اللي هتطلع، لكن على مدار 90 دقيقه ان محمد صلاح ما يمسكش كوره ولا ينقل كوره ولا يدي اي شكل للمنتخب ويفضل قاعد في الملعب، ده اللي امر غريب الصراحه. هيجي واحد فقيق قوي هيقعد يقول لي ايه يا عم صلاح امبارح ما كانش بيلعب في مكانه. يا عم صلاح في ليفربول ملوش مكان مقيد بيلعب فيه، محمد صلاح بيلعب في اي حته في الملعب. محمد صلاح لعيب ليه وزنه وليه تقله، بس مع منتخب مصر لعيب عادي جدا. يعني انا مقتنع بقدرات المدير الفني بتاعنا، ولكن بصوا على تمركز اللعيبه يا جماعه، تحس ان كل لعيب بيلعب بمزاجه. محمد هاني مش عارف عايز يروح فين. احنا معانا كام لقطه كده ممكن نبص مع بعض عليهم. المفروض ان زيزو بيقابل الاول وبعديها محمد هاني، بص الراجل ماشي ولا محمد هاني ولا زيزو في الكوره. الموضوع غريب جدا. يعني الكوره اتلعبت كمان والراجل استلم وراح. بص بقى اللقطه دي معايا كده، بص محمد هاني والله العظيم محمد هاني لو رايح في الكوره دي وبيقول للراجل مثلا ازيك عامل ايه انا خطوبتي الجمعه الجايه، مش هيقف الوقفه دي. ده هو واقف وقفه يا جماعه غريبه جدا، لا اما هيترقص من على اليمين لا اما هياخده على شماله زي ما عمل الراجل وجري بيه كده على الخط. والكره هنا اتلعبت بالعرض، لو بصينا محمد حمدي المفروض بقى يطلع الكره على طول بصدره، لا حطها برجله جوه الجون. يعني لولا الشناوي. بصوا يا جماعه هنا الجون الاولاني الكره اتلعبت اهو، محمد حمدي واقف تمام، طلع الراجل محمد راح يغطيه. بص حمدي فتحي بقى جاي اكنه مش موجود، يعني اكنه مش موجود. الكره اتلعبت كمان بالعرض، المفروض محمد عبد المنعم لا يرجع خطوتين لورا، لا ما رجعش. حجازي يقرب. طب يعني تحس ان الاخطاء دي بتاعت ناس يعني لسه بتلعب كوره جديد. الجون الثاني ده بقى يا جماعه اللي عليه مليون علامه استفهام. انا عايز اقف هنا بقى، فين نص الملعب؟ ايوه الله ينور عليك يا حبوس. هنا بصوا يا جماعه الدايره دي فين نص الملعب؟ فين حمدي فتحي وفين النني؟ هنا بقى هنا الخطا الكبير اللي وقع فيه محمد النني ومحمد عبد المنعم، الاثنين دول يتحملوا الجون ده بشكل كبير جدا. وبص بقى تمركز النني واقف في مكان، يعني المفروض هنا في النص هيقف النني، لا طلع محمد عبد المنعم والنني واقف مكان محمد عبد المنعم. حجازي عمل تاكلينج واتسرع، ولكن الجون بشكل عام يشيلوا محمد النني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي بس. وبالطريقه الساذجه دي بيخسر المنتخب المصري نقطتين مهمين قوي. يعني انا عايز افهم انت امتى تاخد يعني نقطتين يا جماعه؟ احنا بنصعب ليه الامور على نفسنا؟ عندنا الماتش الجاي مع غانا وغانا خسران، يعني غانا هتنزل عايزه تكسب باي طريقه. احنا منتخب قوي جدا وانا عن نفسي بامن بقدرات الفرقه دي، فريق كويس جدا يا جماعه. عندنا نجوم، امام عاشور لازم حد يتكلم مع امام عاشور. امام عاشور عنده قدرات كبيره جدا. والسؤال بقى اللي بيساله الناس على القهوه وانا بساله هنا وكل الناس في الشوارع والحواري بتساله، معلش انا اسف يعني محمد حمدي لعيب كبير جدا بس احسن باك شمال في افريقيا بيقعد دكه. احمد فتوح يقعد بره ليه؟ التبديله بقى اللي تحيرك وتحير كل علماء الكوره. يعني اي واحد بيتكلم في الكوره يقول لك مثلا انا هسحب زيزو عشان زيزو ما كانش موجود امبارح وانزل عمر مرموش، لا ده الراجل نسي خالص وراح مطلع تريزيجيه وخلى زيزو في الملعب. مش فاهم يعني. خلاص ماشي خلينا نتوكل على الله، شوف الماتش اللي جاي. نتمنى ان اللعيبه تفوق شويه، عشان شويه الصراحه امبارح انا كنت شايف شويه خواجات في الملعب. منتخب مصر يستحق ياخد البطوله دي والله يا جماعه. انا شايف ان البطوله دي يستحق المنتخب المصري ياخدها.